السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا ورايح مش هتشتري الفطير المشلتت من برّه تاني، هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وسريعة، وطريقة فرد برضه إن شاء الله تكون سهلة، حتى لو هتجربيها من أول مرّة إن شاء الله تنجح معاكِ، وإزاي يطلع معاكِ طري ومورق. شايفين؟ هنعمل كيلو دقيق يعمل معانا 3 فطاير بنفس الحجم اللي أنتم شايفينه ده. شايفينها مورقة إزاي يا بنات؟ تحفة بجد، وده كمان سخنة، فلو بردت هتكون أحلى وأحلى. شايفين ده الوش وده الضهر بتاعها طرية إزاي. يالّا بينا نشوف الطريقة والمقادير. نبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم، نصلّي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا كيلو دقيق، كيلو دقيق يا بنات يعني 8 كوبايات دقيق منخولين، تمام. هنحط عليها معلقة صغيرة من الملح و3 معالق صغيرة من السكر، وهنقلب كده المكونات الجافة، وبعد كده نبتدي نشتغل بالمَيّة. أنا حطيت يا بنات كوبايتين مَيّة، تمام، المَيّة تكون دافية، تمام، أهو. حطيت كوبايتين مَيّة في الأول، وبعد كده تالت كوباية باحط منها بحرص. أنا عارفة إن الدقيق بتاعي هيشرب الكوباية التالتة، بس برضه لازم نحط الكوباية التالتة بحرص، ونبتدي كده نلِم العجينة واحدة، واحدة. ولازم نعجن عجينة الفطير يا بنات. بُصّوا التالت كوباية خلاص اتشرّبت، مليت رابع كوباية خدت منها يا دوبك معلقة. ممكن نوع الدقيق بتاعِك ياخد 3 كوبايات بس، وممكن ياخد أكتر من 3 كوبايات، بس يعني مش هتاخد أكتر من 3 كوبايات ومعلقتين 3 يعني، تمام. هابتدي أعجن في الفطير كده على الرخامة زي ما أنتم شايفين يا بنات إنه بيلزق. تمام، هارُش له رشة دقيق بس بسيطة خالص، مش هاكتّر، وأنا عايزاها برضه العجينة تلزّق، وهنقول مع بعض إن إحنا عايزينها بتلزّق ليه. بُصّوا عاملين بقى العجينة عرق، بُصّوا لونها عامل إزاي. مقاديرها يا بنات سهلة جدًا ومتوفّرة، فما فيش أي حاجة زيادة، يعني السُكّر اللي إحنا ضفناه يا دوب بس إن هو يدّي لون حلو للعجينة وتسكيرة حلوة أوي بس. هاسيب العجينة يا بنات ترتاح شوية حوالي ربع ساعة، كبيرِك نُص ساعة يعني ما تكتّريش عن كده، لإن ما فيهاش خميرة ولا baking powder. بعد أنا سِبتها يا بنات حوالي تِلت ساعة. هافرش كده زي ما أنتم شايفين كده العجينة برضه لسه فيها تلزيق. هافرد بالدقيق. عرفتوا ليه إحنا ما عملناش يعني ما خلّيناش العجينة ناشفة، لأ، إحنا عايزينها بتلزق لإن إحنا هنفرد بالدقيق يا بنات. فلو عملناها ناشفة وجينا فردنا بالدقيق، العجينة هتنشف معانا والفطير هيطلع ناشف ومش طري من جوّه. دي العجينة كلّها يا بنات، تمام. دي العجينة كلّها. هنبتدي نرُش دقيق كده من تحت ومن فوق، برضه ما نرُشش كتير. إحنا عايزين بس إن الفطيرة أو العجينة بتاعتنا ما تنشفش أو ما تلزقش. هابتدي أفردها كده كلّها، ما فيش أسهل من كده، ولا تقطّعي قطع صغيّرة ولا تحطّيهم فوق بعض لأ. فردنا العجينة على قد ما نقدر على شكل مستطيل أو مربع على حسب، وهنبتدي نجيب السمنة بتاعتنا أو الزبدة. أنا باحب أعمل بالسمنة صراحة، لو حابة أنتِ تعملي بالزبدة براحتك. هنبتدي يا بنات أنا حاطة مع السمنة معلقتين كبار من السمنة البلدي، لإن السمنة البلدي عندي قليلة، ف يعني إيه ما قدرتش إن أنا أفردها كلّها بالسمنة البلدي، تمام. هابتدي أفرد السمنة كلّها على الفطيرة. أحاول يا بنات إن الحشو بتاعي كلّه يبقى سمنة، يعني أنا مش عايزة أشوف البياض ده، عايزين كلّه يبقى سمنة. هنبتدي كده نلفّها رول واحدة، واحدة بحرص برضه عشان ما تتقطعش منِّك، تمام، واحدة، واحدة. أنا حبيت ألفّها من الناحية الصغيّرة علشان ما تتقطّعش منّي لو لفّيتها من الناحية الكبيرة، تمام، أهو. هابتدي كده ألفّها. طبعًا يا بنات الجو اليومين دول يعني شوية حَر شوية ساقعة، فأنا اليوم اللي أنا عملت فيه الفطير ده كان الجو حَر شوية، تمام. بعد ما لفّيناها رول أهو، هاقسّمها على 3 فطاير. طبعًا لو حجم الفطيرة بتاعتِك عايزاها أصغر من اللي أنا عاملاها أو شُفتيها في أول فيديو، هتقسّميها على 4، تقسّميها على 5، بس مش أكتر من كده، تمام، علشان يبقى طعمها حلو وبتبقى كده إيه شكلها حلو. هابتدي ألفّها كده من الجناب يا بنات 3 كور أهو على شكل مستطيل، وهاغلّفها بحيث إن السمنة أو الزبدة لو هتعمليها بزبدة ما تطلعش من العجينة. زي ما أنتم شايفين كده هنقفّلها بس إيه بطريقة كويسة كده. جبنا طبق دهنّاه شوية زيت كده، وهنبتدي نلِم العجين يا بنات زي ما أنتم شايفين كده عشان السمنة ما تطلعش منه. زي ما قُلت لكم الجو في اليوم اللي أنا عملت فيه الفطير ده كان حَر، ف م لو الجو عندِك برد أو في المكان اللي أنتِ فيه برد، هتشتغلي على طول مش هتضطري إن أنتِ
تشيليها في التلاجة. انا شلتها في التلاجة يا بنات علشان لما اجي افرد السمنة ما تطلعش من العجين. تمام. انا سبتها في التلاجة حوالي 6 دقايق مش اكتر من كده. لو طبعا في الصيف هيبقى 10 دقايق. تمام. هغطيها بستريتش كده واحطها في التلاجة حوالي 6 دقايق ترتاح. انا عن نفسي بحب اسيبها ترتاح، يعني صيف شتاء بحب اسيبها ترتاح كده واحده واحده. هبتدي اجيب دقيق. شفتوا يا بنات ان احنا فردنا الاول بدقيق وبعد كده دلوقتي هنفرد بدقيق. عرفتوا ليه احنا سيبنا العجينه تكون بتلزق من الاول؟ هنبتدي برضو نحط رشه بسيطه كده على الفطيره من فوق ومن تحت. شايفين؟ هنبتدي كده نفرد واحده واحده من غير مبينه ومن غير مردنه ومن غير اي حاجه خالص. شايفين؟ بتتفرد معايا بكل سهوله. هفردها كده وبرضو هحط سمنه من جوه. ايه ده، انت حطيتي سمنه من جوه في الرول وبعد كده جيتي حطيتي تاني؟ بصوا يا بنات، لو في قطع سمنه كتير او حطيتي سمنه كتير كل ده والفطير بيستوي هينزل. يعني اي زيادة سمنة ما تخافيش مش هتشربها، لا ده هينزل. انا في الاخر لقيت السمنة نازلة فعلا، في سمنة زيادة نزلت. تمام. هنبتدي كده ايه نحط السمنة بتاعتنا او الزبدة لو حابة برضو في النص وعلى الجناب. وهنبتدي نعملها برضو ايه مربع كده. كل ما نعمل قطعة او كل ما نقفل مكان هنحط عليه قطعة من السمنة او نفرد عليه حتة من السمنة كده. ما تسيحيش السمنة، جيبيها من العلبة زي ما هي كده. هنبتدي برضو نقفلها كده يا بنات تاني. الخطوات تبان انها كتير او صعبة، لا بس لو جربتيها انا يعني بقيت استسهل الفطير جدا. انا كنت بشتريه، انا بقيت استسهل الفطير جدا وبعمله في البيت على طول. لميناها يا بنات زي الكورة كده او البقجة، وجبنا صينية دهناها رشة زيت كده، وهنبتدي نغطيها بستريتش او اي حاجة يا بنات. نسيبها حوالي ربع ساعة علشان قبل ما نبططها في الصينية وندخلها الفرن، لا لازم نسيبها ربع ساعة. عملت معاكم الخطوة تاني زي ما انتوا شايفين كده. هنفردها واحدة واحدة وزي ما انتوا شايفين انا ما استخدمتش اي مبينة خالص. انا فردتها كده بايدي زي ما انتوا شايفين يا بنات. انا عملتها زي ما انتوا شايفين كده اهو. خطيرة. هنبتدي نرصها في الصواني وتبتدي باول صينيه. يعني شايفين ما شاء الله دي اول صينيه. الفطير او العجينه بتاعتي ابتدت تنفش كمان او يزيد حجمها كمان لاني سبتها حوالي تلت ساعه كمان. شايفين عامله ازاي؟ طبعا احنا دهنين الصينيه بالزيت. هنبتدي نفردها. بصوا فردها بقى سهل ازاي اهو. ما تحاوليش تفرديها قوي ازيد من اللازم عشان ما تنشفش منك. اللي حطاه على الوش ده يا بنات قشطه. قشطه اللي هي وش اللبن. طبعا انت لو عامله بسمنه بلدي مش هتحتاجي ان انت تحطي قشطه على الوش. انا عامله بسمنه بلدي بس خلطاها بسمنه من اللي هي العلب. شايفين شكلها عامل ازاي؟ القشطه بتديها طعم تاني. هنحطها في الفرن على اعلى درجه حراره على الصاجه من تحت، واول ما تحسي انها ابتدت تاخد لون طلعيها على الشوايه. وبرده سيبي الصاجة شغالة او النار اللي تحت شغالة. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ ابتدت تبقبق كده معايا وابتدت تاخد لون من تحت يا بنات اهو. شايفين شكلها عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم طول ما انتي بتبططي الفطير في الصينيه هتحسي انها بتعمل صوت فقاقيع كده. ده علشان الطبقات كلها مورقه وزي العسل. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ولاحظي ان الفطير ما بياخدش وقت في الفرن خالص. انا بحبها تاخد اللون ده. ونغطي الفطير يا بنات عشان يفضل طري وحلو. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبك. متنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناه دي. شايفين مورق ازاي يا بنات وزي العسل ومخدش مني وقت خالص. شايفين؟ طبعا سخنه ما كنتش قادره اشيلها. خطيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.